وايه الاسباب اللي بتؤدي الى حدوث البلو سموك، الدخان الازرق. لو لقيت دخان ازرق فده بيدل على دخول زيت لغرفه الاحتراق، وده بتشوف ان الكونسامشن بتاع الزيت لما بتيجي تقيس الزيت بيكون عالي جدا، فبتقيس الزيت تلاقي الزيت بيتناقص معاك بشكل كبير، وتلاقي فيه دخنه زرقاء وريحه احتراق مش طبيعيه موجوده في مع العادم اللي طالع. طيب، طب ده بيحصل نتيجه ايه؟ بيحصل نتيجه استخدام زيت اللزوجه بتاعته اقل من اللي وصى بيها الصانع، تمام، او استخدام زيوت رديئه او مضروبه او مغشوشه، تمام. فالزيت يتسرب من الشنابر يخش جوه غرفه الاحتراق، يختلط بالهواء والوقود، ويؤدي ده الى ظهور الدخان الازرق. وزي ما قلنا انت ممكن تلاقي نقص زيت على طول باستمرار. يعني قلنا ان تآكل الشنابر وتآكل جدران الشمايز نتيجه الاستهلاك وتآكل الاجزاء الداخليه للمحرك بيخلي الزيت يخش جوه غرفه الاحتراق، تمام. لكن قبل ما تاخد قرار العمره لازم تختبر المحرك بتاعك كويس وتعمل كومبريشن تيست. كومبريشن تيست